هما اللي عاوزين كده وخايفين من النادي الاهلي هيمشي في الاجراءات القانونيه ضد اتحاد الكوره الفاسد في امتناع الوفد بتاع الاهلي في الاستماع لما حدث في غرفه الفار. الوفد النادي الاهلي كان 4، هم كانوا شرطين 2 ويكونوا من الجهاز الفني للنادي الاهلي. النادي الاهلي اعترض بقوه وانسحب سريعا من المقر اتحاد الكوره. النادي الاهلي هيصعد الموضوع للنيابه العامه، هيصعد الموضوع للاتحاد الافريقي، هيصعد الموضوع للمحكمه الرياضيه الدوليه. النادي الاهلي هياخد حقه بالقانون، لان النادي الاهلي يتعرض لظلم في هذه اللعبه وبيتعرض لظلم تحكيمي فاسد فاجر داخل الدوري المصري. النادي الاهلي هيمشي في الطريق الصحيح الاتجاه القانوني اللي هيجبر اتحاد الكرة على سماع التسجيل الشهير للحكم الفاسد الفاجر اللي هو منع النادي الاهلي من الحصول على ضربة جزاء. النادي الاهلي بيحارب الفساد لوحده داخل اتحاد الكرة المصري. اكتب لي رأيك في الكومنتات في هذه الأحداث المأساوية في الكرة المصرية.